أب يسأل ابنه: هل معلمك راض عن أدائك؟ فرد عليه: بكل تأكيد، لدرجة أنه قال لي: ستظل معي حتى العام القادم. قام بائع ببيع بلبل مكسور القدمين، فجاء له الزبون وقال له: كيف تبيع لي بلبلا مكسور القدمين هكذا؟ فرد البائع: لقد طلبت مني بلبلا ليغرد لا ليرقص. زوجان على خلاف ولا يتكلمون مع بعضهما، فأراد الزوج لزوجته أن توقظه، فكتب لها ورقة: أيقظيني الساعة 6 صباحاً. فاستيقظ بعد 6 ليجد الورقة مكتوب فيها: استيقظ، إنها 6. جلس 3 خبلاء، فقال الأول: لدي مال كثير لدرجة شراء أمريكا الشمالية بأكملها. وقال الثاني: وأنا لدي مال كثير لدرجة شراء أمريكا الشمالية والجنوبية بأكملهما. فقال الثالث: وهل أخبرتكم أنني أبيعهما؟ ذهب 3 أطفال إلى محل لعب، فطلب الطفل الأول من البائع كرة، وكانت موضوعة في مكان عال جدا. فأخذ البائع السلم وصعد عليه وأحضر الكرة للطفل الأول، ثم نزل. فقال الطفل الثاني: وأنا أيضا أريد كرة مثلها. فرد عليه البائع: لماذا لم تقل وأنا فوق السلم؟ ثم صعد مرة أخرى ليحضر الكرة، وقبل أن ينزل سأله الطفل الثالث: هل تريد أنت أيضا الكرة؟ فرد عليه الطفل: لا. وعندما نزل البائع سأله: ماذا تريد إذن؟ قال له الطفل: أريد كرتين. بحار جاهل يشغل مركبة لنزهة السياح، ركب معه سائح مغرور وظل يسأل البحار: هل تعرف شيئا عن علوم البحار؟ ويرد البحار بالنفي، والسائح يكرر السؤال بشيء من التكبر والسخرية، ويقول للبحار: إذن نصف عمرك ضاع. وفجأة اصطدمت المركب بصخرة وبدأت تغرق، فقال البحار للسائح: هل تعرف السباحة؟ فرد السائح بالنفي، فقال له البحار: إذن عمرك كله ضاع. كان أحدهم يقلب قطعة ثلج بين يديه، فسأله صديقه: لماذا تفعل ذلك؟ قال: حتى أرى من أين يسيل ماؤها.